أنتج كتير مواد، يعني كان أنت عمّالك شباب عمّالكم تنتجوا مواد بالإضافة للتدريبات وبتشاركوا فيها وبتخدموا المجتمع كمان أنتم يعني محتوى هادف بيحمل رسالة بيفيد فيها الطلاب والشباب. ليك حكمة حسون رئيس تحرير تلفزيون شمعة 25 سنة. فكرة تلفزيون شمعة كانت هي البداية كمبادرة طلابية. أجتنا الفكرة إنه من باب إنه إحنا عمالنا بنعاني، يعني هي أجت كانت خارجة من فكرة ونبعت من فكرة المشكلة إنه إحنا بحاجة لمؤسسة تدريبية تدربنا وتعطينا إشي واقعي من الناحية العملية. تعطينا اللي تفيدنا من المهارات، تفيدنا من المخرجات اللي ممكن منها أي طالب إعلام يستفيد بشكل واقعي وحقيقي ويقدر يستغله في الحياة العملية. في البداية بلشنا نجمع متطوعين وكنا عمالنا بندرب الطلاب. بعدها بفترة من تلفزيون شمعة حصلنا على دعم من فضائية النجاح، يعني بعد ما شافوا الفكرة وآمنوا فيها إنه إحنا عمالنا بنحقق نتائج ملموسة في الطلاب اللي عمالهم بينتسبوا لتلفزيون شمعة. هون بلشت فكرة تلفزيون شمعة تكبر. بطلت في جامعة النجاح، صارت عمالها تكبر لبرا، والطلاب عمالهم بيقدموا ليكونوا متطوعين بالإضافة ليحصلوا على التدريبات اللي بيقدمها تلفزيون شمعة. صراحة كان التحديات كثير كبيرة على طلاب، يعني طلاب أنشأوا تلفزيون وتلفزيون رقمي، فبالتالي هون أنت التحديات كانت كبيرة. من ناحية إدارية نوعا ما كنا شوي نفتقد إلها، ولكن أكيد الممارسة والعمل بأنك تدخل بسوق العمل ولساتك طالب، أنت هون بتبلش تكسب الناحية الإدارية. ومن هذا المنطلق أنا باحكي إنه الإدارة هي إشي بتيجي مع الممارسة، يعني إشي بتيجي مع أنت في حياتك العملية. بالإضافة كمان التحديات الكبيرة كانت هي التحديات السياسية. التحديات السياسية كانت إحنا عمالنا بتعملنا عائق كبير من ناحية التنقل داخل الضفة الغربية، وأكيد كلنا شهدنا وكنا شاهدين على حركة الحواجز، وإنك أنت كنت في بداية الحرب كانت كثير صعبة التنقل، خصوصا مثلا إذا كان عندك فريق نابلس بده يطلع على رام الله يصور، أو فريق رام الله حاب يجي على التلفزيون هون. فهون إحنا كثير تحديات واجهتنا، والحمد لله اليوم أفضل شوي وأحسن. بتوقع بناء على رؤيتنا ومخططاتنا طبعا إن شاء الله إنه شمعة من هون ل5 سنين إنه بتكون هي القاعدة الأساسية للشباب، القاعدة الأساسية في إنتاج المحتوى باستقطابهم ومن ناحية كمان التأثير. محمد حسون متطوع في تلفزيون شمعة، عمري 24 سنة. صراحة تلفزيون شمعة سمعنا عنه في الجامعة، كيف انطلق كفكرة وريادة طلابية يعني، وبساعد الطلاب وبيقبل متطوعين وبنمي أفكارهم ومهاراتهم. صراحة يعني التطوع في التلفزيون فادنا كثير. أعطانا مهارات ما كنا بنعرفها من قبل، نمالنا مهارات كانت عنا. دخّلنا بسوق العمل إنه كيف إنه نعمل كل إشي على أرض الواقع، مش إنه خلص إنه الإشي يكون مثلًا بس فكرة في راسنا وما نطبقه. يعني باشجّع أي حدا عنده هامش التطوّر أو بيحب ينمّي حاله وأفكاره، إنه يتطوّع سواء في التلفزيون يعني أو أي مكان ثاني بخُص هاي الفكرة. رسالتي للشباب بغض النظر شو اليوم الأحداث اللي عمالنا بنمر فيها للأسف، أو شو الواقع اللي إحنا عمالنا بنعيشه، بس خلي دايما عندك فكرة وفي عندك هدف وخليك مؤمن فيه. لأنه كل شيء رح تحققه ورح يتحقق إن شاء الله.